بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم قلنا مش هنسيبه، هنتكلم فيه كل يوم، وهنتكلم إلى أن يصدر هذا القانون ويتم تطبيقه كمان وتنفيذه، عشان في ظلم وفي معاناة، مش تحدي ولا حاجة، لأ، في ظلم ومعاناة ومأساة، في ألاعيب اتعملت على الناس المستأجرين بواسطة هذا القانون، بمساعدة القانون، وهم كمان اخترعوا أساليب تاني زيادة عن القانون، بس الملك مش قادر، معهوش فلوس يصرف عشان يثبت إن ده مأجر من الباطن أو مين اللي قاعد في الشقة أو يجيب محامي، ما مش قادر يروح يصرف عشان يروح يجيب الإيجار من المحكمة. شقة ب5 جنيه هيروح ده حاطط له 3 سنين أقل حاجة 180 جنيه على بال ما يجيبهم، مش قادر يطلع السلم. حاجات غريبة، حاجات عجيبة. طيب، قانون غريب. الملاك بيقولوا ايه بقى؟ الملاك بيقول لك احنا مش عايزين فلوس. لما جه حكم المحكمه والكلام ده قال لك لا، حصتهم عالي وتعبوا، قال لك احنا طلباتهم، احنا مش عايزين زياده، احنا عايزين الشقق لاولادنا. انت روح، بيقولوا للمستاجر، انت روح اسكن في الحته اللي تعجبك، واحنا عايزين املاكنا لاولادنا. يعني هم رافضين كمان زياده القيمه الايجاريه، وبيقولوا للمشرع احنا عايزين الشقق عشان أولادنا نجوز فيها أولادنا، إحنا مش عايزين زيادة في قيمة الإيجار، إحنا عايزين الشقق لأولادنا. ده طلب الملاك من الحكومة ومجلس النواب. شوفوا بقى حققوا لهم إزاي، تحققوا لهم هذا الطلب. يا ريت مستمرين، وهنكمل وهنقول المعاناة وطلباتكم هنقولها يا ملاك إن شاء الله، وشكرا.